بسم الله الرحمن الرحيم. معنا خلاط هنقطع فيه بصلتين كده تقطيع عشوائي، مع فص ثوم، مع ملح، بابريكا، بهارات، فلفل اسمر، كمون، سنة من الكمون. نفضي الكلام ده كله في الخلاط برضو، معلقة خل، نص معلقة صوص صويا، عصرة ليمونة. هنفضي الكلام ده بعد ما نضربه في الخلاط في بولة، نحط عليه معلقة صلصة أو كاتشب اللي انتوا عايزينه، ومعلقة زيت. هنفضي عليه علبة زبادي. دي التتبيلة بتاعتنا بتاعت الفراخ اللي احنا هنعملها النهاردة. تمام كده. هنجيب الفراخ متقطعة مغسولة ومنقوعة، نبدأ نحطها في التتبيلة وندعكها بيها، ندعك التتبيلة بالفراخ كويس أوي. تمام كده. معنا باركس فيه بطاطس، حلقات بطاطس مع حلقات بصل، مع شوية خضار عندنا كانوا موجودين في التلاجة جبناهم. نحط بقية التتبيلة عليه على الخضار ده، ونقلب الخضار بالبصل، بشرايح البصل بالتتبيلة مع الملح مع الفلفل الأسمر، ونرص الفراخ بتاعتنا في الباركس بعد ما تبلناها. هنفضي بقية التتبيلة عليها ونحط شوية شرايح طماطم كده، نغطيها وندخلها الفرن لمدة نص ساعة بالظبط. هطلع لنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، مستوية. هنشوفها دلوقتي، سخنة جدا لسه. ادي شكل الفراخ بتاعنا، مستوية جدا، الخضار بتاعها مستوي، ناعمة طرية. بسم الله ما شاء الله على الطعم والجمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.